اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل الكسكسي بطريقه سهله جدا وسريعه، من غير ما نعمل عجينه ومن غير ما نسوي على البخار. هنعمله في 10 دقايق تقريبا، مش هياخد منكم وقت خالص. طريقته سهله جدا، وعايزه اقول لكم بقى ان طعمه اطعم من الكسكسي العادي. مش هيعجن معاكم، مفلفل جدا وطعمه روعه، وكمان مش هياخد منكم مكونات كتير ولا كمان خطوات كتير ولا اي حاجه. مكون اساسي واحد بس هو اللي هنعمل بيه الكسكسي، وهيطلع معاكم تحفه زي ما انتم شايفين كده. يعني كده لو مستعجلين ونفسنا ناكل كسكسي، بجد مفيش اسهل ولا اسرع من الطريقه دي. يلا مع بعض نشوف الطريقه. بس لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا لايك كتير للفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناه اللي لسه جداد على القناه. ويلا على طول نبتدي. المكون الاساسي بتاعنا النهارده هو دقيق السميد او السيمولينا، دقيق البسبوسه اللي بيبقى ساده خالص معلوش اي اضافات. بتلاقوه بيتباع في اكياس في السوبر ماركت او عند العطار او عند المحلات اللي بتبيع خامات الحلويات، وتقدروا تعملوا منه اي كميه. وهقول لكم ازاي تظبطوا المقدار واحنا بنسويه. انا هستخدم النهارده 3 كوبايات. في حله سخنه على النار هضيف حوالي معلقه او معلقه ونص كبار من السمنه، ويفضل طبعا بقى لو تكون سمنه بلدي، هتدي طعم حلو جدا. وتعالوا بقى اقول لكم على التركايه اللي هتنقل طعم الكسكسي في حته تانية خالص. 3 معالق كبار من جوز الهند، او يعني لكل كوبايه من السميد معلقه كبيره من جوز الهند. ونحمر بقى جوز الهند في السمنه لغايه ما ياخد اللون ده بالاشقر الفاتح الجميل ده. النار طبعا بتكون متوسطه مش عاليه قوي، لان جوز الهند بياخد لون بسرعه جدا. شايفين ده لون حلو جدا، ما نخلوش ياخد لون اغمق من كده علشان ما يغيرش الطعم. بعد كده هننزل بقى عليه على طول بدقيق السميد او السيمولينا، ونقلبه كده لغايه ما يتشرب كله او يتغلف كله بالسمنه وجوز الهند زي ما هنشوف دلوقتي. واول ما بنضيف دقيق السميد بنخلي النار تكون اقل شويه من المتوسطه. بعد ما تغلف كله بالسمنه زي ما انتم شايفين كده، هنبتدي بقى نضيف الميه. وعلشان نظبط المقدار كويس لازم الكوبايه اللي هنعاير بيها السميد تكون هي نفس الكوبايه اللي هنعاير بيها الميه. يعني ايا كانت الكوبايه اللي انتوا هتستخدموها، احنا مش هنستخدم الجرامات النهارده، هنستخدم بس الكوبايه. اي كوبايه تقدروا تستخدموها، لكن هتستخدموها للسميد والميه يعني تكون نفس الكوبايه. الميه اللي بنضيفها لازم تكون ميه مغليه، ما ينفعش خالص تكون ميه سخنه بس او ميه بدرجه حراره المطبخ، لازم تكون ميه سخنه مغليه. بنضيف الميه كلها مره واحده زي ما شفتوا كده، وهنبتدي بقى نقلب. والنار هنا لازم تكون اقل شويه من المتوسطه، او يعني هاديه شويه. طبعا اول ما بتضيفوا الميه على السميد بتلاقوه عامل زي العجينه كده وملوش اي ملامح خالص، لكن ما تقلقوش خالص، مع التقليب المستمر هتلاقوا الميه دي بتتبخر شويه بشويه، وهتبتدي ملامح الكسكسي كده تبان، وهيبتدي يبقى مفلفل زي ما هتشوفوه في الاخر. اهم حاجه ان احنا لازم نقلبه باستمرار، يعني ما نسيبوش خالص كده علشان ما يلزقش معانا، وكمان علشان يستوي معاكم كويس. شايفين انا جايبه لكم المراحل كلها، شويه بشويه الميه بتتبخر وبيبتدي يبقى مفلفل زي ما انتم شايفين كده. طيب امتى هنوقف تقليب ونعرف ان هو خلاص استوى كده؟ لما تلاقوا مفيش فيه اي كتل خالص، يعني بتلاقوه كله مفلفل جدا، مفيهوش اي جزء ماسك في بعضه او كتله ماسكه في بعضها. بتلاقوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، بيكون خلاص جاهز على طول ان احنا نقدمه. شايفين بقى دي المرحله الاخيره خالص اللي احنا عايزين نوصل لها، بيكون بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو عملنا كوبايه واحده ما بتاخدش معانا وقت، زي لو عملنا كميه اكبر شويه بتاخد معانا وقت اكتر شويه، لكن هو ما بياخدش وقت كتير على النار. شايفين بقى شكله جميل جدا، بناخده على طول نقدمه في طبق التقديم او في اطباق التقديم، ونرش عليه طبعا شويه سكر بودره، بيبقى تحفه جدا. وممكن كمان تزودوا عليه معلقه سمنه لو حابين، لكن انا هكتفي بكميه السمنه اللي انا ضفتها في الاول. شايفين شكله حلو قد ايه، وبجد سهل وسريع جدا. نزين بقى الطبق بشوية من جوز الهند مع الزبيب، وممكن كمان نقدمه مع اللبن اللي هو الحليب يعني. وعايزة اقول لكم بقى ان طعمه اطعم من الكسكسي العادي، بجد طعمه حلو جدا وسريع ولذيذ، وفي اي وقت كده تقدروا تعملوه من غير عجن ولا بخار ولا اي حاجة. جربوه وان شاء الله يعجبكم وتنبسطوا بيه. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك كتير وشير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وكمان اشتراك في القناة اللي لسه جداد على القناة. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. بحبكم جدا، باي باي.